ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ كالعادة معاكم حسام في فيديو جديد وهاتف جديد. الفيديو ده خصيصا للناس اللي بتسأل على واحد من افضل الهواتف اللي سعرها حوالي 7000 جنيه او بمعنى اصح 235 دولار. ان شاء الله الفيديو ده اللي هو بوكو اكس 3 جي تي النسخة ال 5 جي هيكون واحد من ضمن الهواتف دي. فتعالوا بينا زي ما احنا متعودين نتكلم على جميع مواصفات الهاتف، ايه المميزات، العيوب، السعر بالتفصيل، وايه اللي موجود داخل الكرتونة. لكن زي ما بقول دايما اذا الفيديو عجبك ما تنساش تشترك في القناة وتضغط لايك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عندك اي سؤال اكتبه في الكومنتات لان برد على كل الاسئلة. ويلا بينا نبتدي بمميزات او مواصفات البوكو اكس 3 جي تي. اول معلومه هنبدا بيها هو ان البوكو اكس 3 جي تي النسخه ال 5 جي طبعا بيدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، ولكن في نقطه مهمه جدا وهي سرعه الانترنت. يعني سرعه الانترنت في الشبكه ال 4 جي هتكون 1.2 جيجا بايت في الثانيه الواحده، اما لو هشغله على السرعه ال 5 جي هتكون سرعه الانترنت 4.7 جيجا بايت في الثانيه الواحده. تعالوا نشوف ايه اللي موجود داخل الكرتونه او ايه اللي بيجي مع البوكو اكس 3 جي تي. زي ما احنا متعودين داخل الكرتونة اكيد هيكون فيه الكفر الشفاف والدبوس المعدني والكفالة وكتيب التعليمات زي ما انتم شايفين هنا كده. كتيب التعليمات، الكفالة بتاعت الجهاز، والكفر الشفاف اللي دايما بيطلع هدية مع شركة شاومي، طبعا بالاضافة الى ادابتر الشحن اللي قوته 67 واط زي ما انتم شايفين، واير الشحن اللي هو يو اس بي تايب سي علشان يدعم الشحن السريع بالظبط اللي كان موجود داخل الكرتونه. طيب التليفون وزنه كام؟ البوكو اكس 3 جي تي وزنه 193 جرام، يعني وزنه ما هواش تقيل. طبعا الهاتف في المكان ده تقدر تركب شريحتين نانو سيم، لكن للاسف ما تقدرش تزيد الميموري كارد وهنتكلم عنها لما نوصل لنقطه العيوب. ودلوقتي تعالوا نروح لنقطه مهمه جدا وهي حجم الشاشه او الشاشه بتاعه التليفون. البوكو اكس 3 جي تي الشاشه بتاعته 6.6 انش، نوعها اي بي اس ال سي دي، جودتها فول اتش دي بلس، ودقتها 1080 في 2400 بكسل بكثافه بكسلات 399 بي بي اي، وبتيجي فيها تقنيه الاتش دي ار 10، ومعدل تحديث الشاشه دي هو الاعلى لانه 120 هرتز، علشان كده الالوان هتكون زاهيه. طبعا الشاشه بالاضافه ان عليها لزقه حمايه راكبه جاهزه، عليها طبقه من الجوريلا فيكتس جلاس علشان تحمي التليفون من الصدمات اذا اتخبط خبطه مباشره في الشاشه. تاني اهم حاجه في الجهاز هو المعالج او السرعه بتاعه الهاتف اللي تخليني العب العاب كبيره من غير ما التليفون يفصل مني شحن او تطول عمر البطاريه، وفي نفس الوقت التليفون ما يعملش لاج. المعالج بتاعه ميديا تك دايمن سيتي 1100 5 جي، معماريه 6 نانو اوكتا كور. معماريه 6 نانو، في معلومه عايز اقولها هو انك مهما كان الاسم بتاع البروسيسور لازم تكون عارف ان المعماريه كل ما تقل لتحت كل ما الجهاز يكون اداؤه اقوى. يعني معماريه مثلا 6 نانو هيبقى اقوى من 8، هيبقى اقوى من 12، هيبقى اقوى من 25 وهكذا. بالنسبه بقى للمساحه بتاعه التخزين، هو التليفون بيجي بمساحتين، هو كده كده ثابت الرام اللي هي السرعه 8 جيجا رام، ولكن في مساحه 128 جيجا وفي مساحه تانية 256 جيجا. بس في نقطه مهمه جدا حابب اقولها هو انك سواء اشتريت ال 128 جيجا او ال 256 جيجا، احنا اتفقنا ان المكان ده تركب فيه خطين بس ما تزيدش فيه ميموري. يعني ما تقدرش للاسف تزيد ميموري كارد سواء اخدت ال 128 او ال 256، لازم تكون عارف ان ده اقصى شيء. خلينا ننتقل دلوقتي لحاجه مهمه جدا في التليفون وهي الكاميرا بتاعه الهاتف. زي ما انتم شايفين 1 2 3 مع دول فلاش او فلاش ثنائي. طيب الكاميرا دي اخبارها ايه؟ العدسه الرئيسيه دي دقتها 64 ميجا بكسل، بتيجي بفتحه عدسه 1.8 ودي العدسه الرئيسيه. عندك عدسه تانية دقتها 8 ميجا بكسل، بتيجي بفتحه عدسه اوسع 2.2 ودي بتاعه التصوير بزاويه واسعه لما يكون في شكل طبيعي موجود. اما العدسه الثالثه دقتها 5 ميجا بكسل، بتيجي فتحه عدسه اكبر كمان 2.4 ودي بتاعه تصوير الماكرو او تصوير الاشياء القريبه بدقه عاليه. لو هتصور فيديو بالكاميرا الخلفيه اعلى تقنيه معاك هي 4K اللي هي 2160 بكسل، ومعاك كمان فول اتش دي اللي هو 1080 بكسل. من مميزات الكاميرا الجميله دي ان فيها تقنيه التثبيت الرقمي اي اي اس، يعني مهما ايدي تهتز وانا بصور الفيديو هيطلع معايا ثابت. وكمان تقدر تصور بالكاميرا الخلفيه
فيديو سلو موشن بحركه بطيئه. دلوقتي خلينا ننتقل للكاميرا الاماميه او العدسه الوحيده اللي موجوده امام الشاشه، وهي دقتها 16 ميجا بكسل، بتيجي بفتحه عدسه 2.5. لو هتصور فيديو بالكاميرا الاماميه اعلى تقنيه معاك 1080 بكسل اللي هي فول اتش دي. على فكره تقدر برضو تصور فيديو سلو موشن او بحركه بطيئه بالكاميرا الاماميه، وفيها وضع عزل الخلفيه، وبرضو فيها تقنيه ال HDR. البوكو اكس 3 جي تي النسخه ال 5 جي اصدار البلوتوث بتاعه 5.2 وبيدعم خاصيه ال NFC، ومنفذ الشاحن بتاعه زي ما انتم شايفين USB تايب سي علشان يدعم الشحن السريع. الجميل ان السماعات الخارجيه دي من شركه JBL وستيريو، علشان كده صوتها رايق وعالي جدا، ولكن التليفون للاسف ما بيدعمش الراديو ال FM، ومفيش فيه زي ما انتم شايفين منفذ للسماعه ال AUX، علشان كده ما هياش موجوده داخل الكرتونه. فالحل الوحيد انك يا اما هتشتري له سماعه تايب سي تركبها هنا مكان الشحن، او سماعه بلوتوث. اما زر الباور ده اللي بفتحه بقى في المنيو التليفون، ممكن اخليه بصمه الاصبع بتاعتي او من خلال بصمه الوجه عن طريق الكاميرا الاماميه. على فكره البوكو اكس 3 جي تي اللي مخليه مميز برضو ان التليفون مقاوم للماء والغبار بمعيار الاي بي 5 طيب البطاريه بقى بتاعت الهاتف، البطاريه بتاعت التليفون 5000 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع زي ما شفنا جوه، او زي ما احنا شايفين دلوقتي قوته 67 واط. طيب معناه ايه 67 واط؟ 67 واط يعني فول البطاريه لو هي صفر، من 0 ل 100% بالظبط في 42 دقيقة. طيب دي كانت مميزات أو واحد من أفضل الأجهزة اللي تمنها $235 أو 7000 جنيه. طبعا مش بقول إن هو أفضل حاجة، ولكنه واحد من أفضل الأجهزة اللي بالسعر ده. هل معنى كده إنه ملوش عيوب؟ لا، مفيش هاتف ملوش عيوب. زي إيه مثلا؟ أول عيب إن الشاشة بتاعته بالنسبة للمواصفات العالية دي كلها ومعدل التحديث العالي، إلا إنها ما هياش أموليد، الشاشة IPS LCD. طيب تاني عيب إيه؟ إن التليفون ما أقدرش أزيد له ميموري كارد، بس اركب خطين سواء معايا 128 او 256. اما العيب الثالث هو ان مفيش زي ما احنا شفنا منفذ للسماعه الاي يو اكس في التليفون للاسف. اما العيب الرابع والاخير هو مفيش لمبه اشعارات ومفيش خاصيه اولويز اون ديسبلاي في التليفون. طيب سعره بقى ايه؟ زي ما قلنا في الاول هو واحد من افضل الهواتف اللي بالسعر ده. النسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام سعرها 7000 جنيه او حوالي $235. اما النسخه الاعلى اللي هي 256 جيجا برضو مع 8 جيجا رام سعرها 7600 او حوالي $255. اللي عنده اي سؤال يكتبه له في الكومنتات. محتاج اي مراجعه على اي تليفون برضو يقوله في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد وهاتف جديد قريب. سلام.